ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في يوم جديد، ومصر تستعد لإنشاء منطقة صناعية جديدة تقع في شرق بورسعيد على مساحة 20 مليون متر مربع. خبر حقيقة تفاصيله أكيد هتكون مهمة جدا جدا، فكان ضروري ينورني ويشرفني دكتور سعيد الزغبي، دكتوراه العلوم السياسية جامعة قناة السويس والباحث الاقتصادي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. دكتور سعيد، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ احمد، اهلا منورنا يا فندم. بحضرتك، ربنا يخليك، اشكرك. يعني ضروري يكون موجود معنا النهارده في موضوع مهم زي ده، ونبدا على طول بالاسباب اللي بتجعل منطقه شرق بورسعيد موقع مناسب لانشاء منطقه صناعيه جديده. اهلا بحضرتك. وعايزين نقول ان بورسعيد من زمان لها موقع عبقري زي ما بنقول يعني، وزي ما احنا كلنا درسنا كده الموقع الجغرافي بتاع مصر عموما بين الثلاث قارات. بورسعيد ده اللي بيخليها منفذ لتصدير المنتجات لأوروبا ولآسيا، هي تعتبر ميناء محوري. وعايز اقول لحضرتك يا استاذ احمد ان الدوله اللي بتبقى فيها ميناء محوري واحد هي دوله قابله للتنميه. ما بالك احنا عندنا اتنين ميناء محوري، احنا عندنا ميناء شرق بورسعيد وعندنا ميناء العين السخنه، احنا عندنا اتنين ميناء محوري. ميناء محوري بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بيقع كمركز بين يوصل بين ثلاث مناطق. احنا بورسعيد بتوصل بين افريقيا واسيا وقاره اوروبا. فاذا هنا توطين الصناعه حاجه مهم جدا لتصدير الصناعه واستيراد مستلزمات الانتاج اللي انا بستخدمها في الصناعه. بس قبل ما نتكلم في الكلام ده، عايزين نقول ان 10% من حجم التجاره العالمي اللي على مستوى العالم بيمر من بورسعيد، من ميناء بورسعيد. تخيل 31% من الغاز على مستوى العالم اللي بتاخده اوروبا والولايات المتحده الامريكيه واللي بيروح للصين بيعدي من على بورسعيد. يبقى اذا بورسعيد هي ميناء محوري. هذا الميناء المحوري لابد ان احنا نستغله، ومما لا شك فيه ان شرق بورسعيد ومحافظه بورسعيد كان ليها مخطط من 25 سنه علشان اننا نبدا ان يحصل لها تنميه. خلي بال حضرتك ان هو الموقع كمان بيحتم ان انا لابد ان انا اعمل هذه التنميه لهذه المحافظه. شمال قناه السويس، هذا المجرى المائي الملاحي اللي بيعدي من خلاله حوالي 70% من حركه التجاره العالميه. التجاره العالميه الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء إذا كانت الصين، بحر الصين العظيم، كل حركة التجارة والمواني بتمر من هذه القناة للبحر الأحمر، وثم تجري في يعني في الطريق بتاعها. حتى أنت حضرتك يعني نلاحظ ضربات الحوثي اللي بتحصل دلوقتي أثرت على حجم التجارة في قناة السويس، وده قاله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعدل 60% من حجم التجارة في قناة السويس اتأثر بهذا سعيد من هذه المنطقه من 25 سنه. ولكن اللي حصل في 2015 سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى يعني مبادرة اسمها حلم بكرة. هذه المبادرة بدأت ان احنا نبدأ ننمي المناطق الصناعية الموجودة في بورسعيد، وبدأنا مع افتتاح قناة السويس الثانية الخاصة في جمهورية مصر العربية. بدأت حركة التجارة والحركة الملاحية تزداد في هذا الميناء. في 2015 الميناء ده كان موجود من 2001، بس في 2015 لما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتنمية هذه المنطقة، احنا عملنا في حوالي 3 شهور مدخل بحري لهذه الميناء. ما كانش ليها مدخل بحري. جددنا الارصفه اللي موجوده فيها، جددنا العمق الخاص بالمرسى بتاعه السفن، لان العمق ده مهم جدا. هذا العمق ده بيخليني ان انا استقبل يا اما السفن الضخمه يا اما السفن المتوسطه يا اما السفن الصغيره، وبالتالي انا بتكلم على حركه تجاره عالميه. يبقى لابد ان انا ازود من عمق المسافه في البحر وهكذا. فلا بد ان انا ازود هذا العمق لاستقبال السفن الكبيره. بورسعيد وميناء بورسعيد احنا كنا عايزينه، او احنا في المخطط بتاع الدوله المصريه، ان هو يقارن بكثير من المواني الكبيره جدا الموجوده في دول العالم. على سبيل المثال مثل يعني لو احنا هنتكلم على البحر الابيض المتوسط، المواني اللي موجوده في اليونان، المواني اللي موجوده في تركيا. انا اعتقد ان ميناء بورسعيد حاليا بيضاهي مثل هذه المواني واكثر، وله اهميه كبيره جدا طب جدا. يا دكتور، هي حد يسالنا هيقول ايه الفوائد الاقتصاديه المتوقع تحقيقها من انشاء هذه المنطقه تحديدا؟ شوف حضرتك، احنا دلوقتي تعالى نتكلم على المنطقه الصناعيه. احنا عندنا منطقه صناعيه وعندنا ميناء شرق بورسعيد، وعندنا كثير من المدن اللي اتعملت، او مدينه مهمه جدا اسمها مدينه السلام، او المدينه المليونيه اللي موجوده في شرق بورسعيد. احنا عايزين نقول ان المنطقه الاقتصاديه او المنطقه الصناعيه، المنطقه الصناعيه ديت هي منطقه لوجستيه. واحنا كنا من قبل 2011 كنا بنسمع ان احنا هنعمل منطقه لوجستيه، هنعمل منطقه لوجستيه عشان برضو
الساده المشاهدين، المنطقه اللوجستيه هي منطقه دعم النقل الخاص بمستلزمات الانتاج وتصدير المنتجات. انا لما يكون عندي ميناء واعمل منطقه صناعيه جنب هذه الميناء، ده هيسهل جدا في حركه الصناعه. الدول المتقدمه يا استاذ احمد تبتدي بالصناعه وتنتهي بالصناعه، وده اللي تنبه ليه برنامج الحكومه المصري الاخير في التغيير الوزاري اللي حصل في شهر ابريل 2024، ان احنا لابد ان احنا ننتبه شويه الى الصناعه المصريه. المنطقه الصناعيه ووجودها جانب الميناء، ميناء بورسعيد المحوري، ده خلى عندنا ان احنا نعمل عمليه مهمه جدا، الا وهي توطين الصناعه المصريه. يعني ايه توطين الصناعه المصريه؟ يعني ان انا ما اصدرش المواد الخام اللي موجوده عندي في مصر وابدا ان انا اصدرها الى الدول الاوروبيه. حتى سياده الرئيس كان دايما بيتكلم ليس فقط توطين الصناعه المصريه في مصر، ولكن توطين الصناعه في القاره الافريقيه، ان انا ابدا اعمل مصانع موجوده عندي في القاره الافريقيه، موجوده عندي في مصر، زي المنطقه الصناعيه ديت. المنطقه الصناعيه ديت على يعني اكتر من حوالي 464 مصنع موجودين عندنا في هذه، انا بتكلم على بورسعيد بالذات، موجوده عندنا في بورسعيد باستثمارات اجمالي اكتر من 6 مليار دولار في هذه المنطقه. المصانع اللي موجوده عندي مصانع كبيره جدا، مصانع للكاوتش العجل بتاع السيارات، مصانع لانتاج الادوات المنزليه، احنا كنا بنستورد الادوات المنزليه من دول اوروبيه، مصانع خاصه بالبطاطين وبنصدر هذه البطاطين الى اكبر دوله بتصنع بطاطين، اسبانيا، مصانع لانتاج الغاز اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، احنا عندنا حقل زهر موجود عندنا في بورسعيد، في نوع معين من الغاز في هذه المنطقه او في هذه المصانع بيتم انتاج هذا الغاز لاستخدامه في حقل زهر. يبقى اذا المصانع دي يا استاذ احمد لما تيجي تتعمل، يعني انا عندي في المنطقه الصناعيه بتاعت بورسعيد حوالي 77 مصنع في منطقه صناعيه اخذتهم روسيا. الرئيس بوتين لما جه زارنا في مصر في 2016 عمل اتفاقيه وبروتوكول تعاون بيننا وبين مصر في المنطقه الصناعيه او المنطقه الاقتصاديه في بورسعيد، 77 مصنع. تخيل كده حضرتك لما المصانع دي تتبنى، ايه اللي هيحصل؟ اولا لما تيجي تتبنى لابد ان اللي هيبنيها ايدي عامله، صح؟ اكيد، يعني المنطقه موجوده، يبقى هيوفر فرص عمل. بالظبط، هتوفر فرص عمل. طب لما المصنع يشتغل ايه اللي هيحصل؟ هتوفر برضه بالظبط. وده عامل مهم من عوامل الانتاج الاربعه اللي هي الموارد البشريه. واحنا عندنا هنا يعني العامل البشري، وطبعا مع البدايه المبادره اللي عملها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجود نائب لرئيس الوزراء في التنميه البشريه دكتور خالد، يعني انا اعتقد ان احنا مهتمين جدا قوي في مصر في تنميه العنصر البشري والموارد البشريه، وخاصه ان احنا عندنا نسبه شباب عاليه جدا. يعني نسبه الشباب عندنا هنا بالنسبه لعدد السكان كبيره جدا، احنا بنقدر نستغلها في انتاج هذه المصانع او في تدوير عجله الاقتصاد بتاعه هذه المصانع. طب يا دكتور، اذا تمت كل الامور على ما يرام، ايه الحوافز اللي ممكن يتم تقديمها للمستثمرين لجذبهم للعمل في هذه المنطقه الصناعيه؟ تمام، يعني بص حضرتك، احنا المنطقه الصناعيه زي ما احنا بنقول هي موجود فيها مصانع، والمصانع دي المستثمر الاجنبي من ضمن الحوافز هي البنى التحتيه. اول حاجه البنى التحتيه، البنى التحتيه ودي اتكلم عنها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لو حضرتك تفتكر كده من حوالي اسبوعين الساده المشاهدين في قمه دول ال20 لما راح في البرازيل واتكلم ان احنا عندنا مناطق صناعيه، ان احنا عندنا بنى تحتيه، عملنا كتير من البنى التحتيه لخدمه المستثمر الاجنبي. المستثمر الاجنبي يا استاذ احمد لما بيجي لابد ان يكون هناك بنى تحتيه. ما انا مش حاجه اعمل مصنع من غير ما يكون عندي صرف صحي، من غير ما يكون عندي كهرباء، من غير ما يكون عندي كابلات للانترنت، من غير ما يكون عندي طرق وكباري ممهده. مصر صرفت من 2015 حتى الان حوالي 10 تريليون جنيه مصري في البنى التحتيه، ده بغرض جذب المستثمر الاجنبي. عشان اجذب المستثمر الاجنبي، المطور الصناعي اللي بتعمله الدوله المصريه ده مهم جدا جدا. انا كمستثمر لما اشوف هذا المطور الصناعي وهذه التهيئه للبنى التحتيه، اكيد ده هيحفزني ان انا اجي، وده اللي عملته الدوله المصريه. تاني حاجه التشريعات والقوانين، يعني احنا من حوالي 4 سنين او 5 سنين بالظبط بدانا نعمل الرخصه الذهبيه، بدانا نعمل الشباك الواحد. الشباك الواحد بدل ما حضرتك بتروح وتطلع، يعني احنا كنا دايما بنتكلم بنقول ليه الشركه المساهمه او الشركه الاقتصاديه لما بتتعمل في ميناء جبل علي ما بتاخدش غير ربع ساعه،
كنا بنتكلم يعني، ولكن احنا بدأنا مع الحكومة الإلكترونية والتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي، بدأنا ان احنا نعمل حاجة اسمها شباك او النافذة الواحدة. وبدأ المستثمر بدل ما بيروح لكذا جهة، لا بيروح على وزارة التجارة والتعاون الدولي او وزارة التخطيط، وبيبدأ ان هو يخلص كل اغراضه وكل المستندات بتاعته من الشباك الواحد. كمان عندنا الرخصة الذهبية، والرخصة الذهبية دي بتدي لحضرتك انت كمستثمر اعفاءات ضريبيه. ما حضرتك مهم جدا انا في السياسه الماليه بتاعتي ان انا اعمل تخفيض للضرائب بالنسبه للمستثمر، لان انا كمستثمر لما انا اجي واستثمر وابني مصانع وتقول لي انا كدوله هخفض لك نسبه الضرائب، ده محفز كبير جدا محفز جدا كبير، ودي صحيح. السياسه الماليه اللي بيعملها بقى ايه. لو احنا هنتكلم شويه سياسه ترامب في الولايات المتحده الامريكيه، اللي هو بيخفض نسبه الضرائب لجلب المستثمر علشان يستثمر في الدوله بتاعته. دي النقطة الثانية السياسة النقدية اللي بتتبعها الدولة المصرية، ده برضو حافز من الحوافز، وهو تخفيض معدل الفايدة. المعدل الفايدة عندي في البنوك بيبقى قليل، وده بيشجع المستثمرين وخاصة مستثمرين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. لما الفايدة بتاعتي تقل، ده هيشجعني انا ان انا اروح اخد تمويل من البنوك. هذه التمويل او هذا التمويل من البنوك ده اللي هيخليني ان انا اعمل الاستثمارات اللي موجودة عندنا. احنا عندنا 58 مصنع في المنطقة الصناعية تم تسليمهم، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي سلمهم للشباب عندنا موجودين في بورسعيد، وبداوا من هم ينتجوا، وبداوا حتى كمان يعني لسه قاري تقرير تبع رئيس مجلس الوزراء دعم اتخاذ القرار بيقول ان بدا تصدير كمان من هذه المصانع. يبقى اذا هناك تحفيزات، تحفيزات سياسه ماليه للدوله، سياسه نقديه للدوله، ايضا البنى التحتيه الموجوده، ايضا منظومه الطرق والكباري اللي بتسهل لي حاجتين: مستلزمات الانتاج، لان انا في مصر يا استاذ احمد ما بنتجش الصناعه من الاول للاخر. يعني انا لما اجي اعمل مصنع ملابس او مصنع اي حاجه، في صناعات مكمله او صناعات مغذيه بالظبط، والالات اللي انا بستخدمها في هذه الصناعه ما بتبقاش موجوده عندي، وبالتالي بحتاج ان انا استوردها من بره. فالمستلزمات الانتاج دي حاجه مهمه جدا، وبالتالي انا بستورد مستلزمات الانتاج، ودي مهمه جدا في المواني ومهمه جدا في الطرق والكباري. لما يكون عندي ميناء محوري زي بورسعيد هيسهل عليا جدا جدا ان انا اخد مستلزمات الانتاج بتاعتي واحطها في المنطقه الصناعيه اللي في نفس المدينه. اعتقد ان ده هيوفر هدر في الوقت، هيوفر مجهود كبير جدا، وخاصه لما يكون يعني الطريق في نفس المدينه او في نفس الموضوع. طب يا دكتور، هيجي حد يقول لنا دلوقتي يعني احنا عايزين نعرف من حضرتك اكتر ايه القطاعات الصناعيه اللي المفروض نركز عليها لتحقيق اعلى عائد استثماري؟ شوف حضرتك، يعني احنا عندنا يعني دايما سياده الرئيس بيقول ان احنا عايزين نركز في كل حاجه في الصناعات، حتى صناعه السيارات. لو حضرتك يعني لسه من حوالي شهر لسه بنعيد صياغه صحيح. تشغيل المصانع الحربيه اللي موجوده عندنا لانتاج السيارات. لو احنا هنركز على حاجه مهمه جدا، ومصر يعني تعتبر رقم 3 على مستوى العالم في الاستثمار في الطاقه المتجدده. واي محفل دولي سياده الرئيس بيتكلم على هذه النقطه، سواء مع الاتحاد الاوروبي، سواء اذا كان مع الولايات المتحده الامريكيه. لو حضرتك تفتكر في 2022 في يناير كان جه زارنا رئيس كوريا الجنوبيه، وبدانا نتكلم عن انتاج مصانع للطاقه المتجدده في المنطقه الصناعيه. الصين بتشترك معانا في المنطقه الصناعيه في انتاج الطاقه المتجدده. الطاقه المتجدده اللي هي بسهوله الهيدروجين الاخضر، الامونيا الخضراء، الميثانول الاخضر. وعايز اقول لحضرتك ان احنا في اغسطس 2023 اول شحنه ميثانول اخضر على مستوى العالم تم تصديرها من ميناء بورسعيد من المنطقه الاقتصاديه. الميثانول الاخضر ده بيستخدم في تموين السفن البحريه اللي بيكون نسبه الانبعاثات الكربونيه بتاعته اقل، وبالتالي بيقلل من ارتفاع درجه حراره الكوكب. بدل ما انا بستخدم الوقود الاحفوري في تموين السفن، انا بستخدم الميثانول الاخضر. اذا انا في مصر وخاصه في المنطقه الاقتصاديه اركز على صناعات الطاقه المتجدده، لان هذه الطاقه المتجدده فعلا جذب مش انا اللي هعملها بقى، لان انا ما عنديش برضو النو هاو. انا بجيب المستثمر الاجنبي علشان يعمل هذا الموضوع، لان انا عندي هذه الاستثمارات اوريدي موجوده عندي في الدوله. وناهيك تمام يعني كمان يعني في الصعيد احنا عندنا بنبان في الصعيد
وانتاج طاقه الرياح اللي موجوده في البحر الاحمر. فاحنا عندنا كثير من المصادر الخاصه بانتاج الطاقه المتجدده. انا اعتقد ان ده حاجه مهمه جدا ونقطه مهمه جدا في هذا الموضوع، في هذه الاستثمارات. طيب، سكان بورسعيد هيكون لهم نصيب اكيد من العمل ومن المشاركه في هذه المنطقه الصناعيه. ايه السياسات اللي ممكن يتم تطبيقها لضمان استفاده سكان بورسعيد من المشروعات الجديده؟ هو من ضمن هذه السياسات لابد ان احنا نركز على مديريه القوى العامله اللي موجوده عندنا في بورسعيد. يعني مديريه القوى العامله حضرتك، ويا ريت يعني احنا اعلام ولازم الصوت ده يطلع، مديريه القوى العامله لابد ان هي تركز اهتمامها في هذه النقطه. اعمل حصر لجميع المصانع وجميع التشغيلات اللي موجوده عندنا في المنطقه الصناعيه. المنطقه الصناعيه يا استاذ احمد، يعني عشان بس الساده المشاهدين، هي متقسمه الى مناطق، يعني مناطق مصانع خاصه بروسيا، مصانع خاصه بالصين، مصانع خاصه بالدوله المصريه، مصانع خاصه بالمستثمرين المصريين. يعني احنا عندنا كثير من هذه المصانع. طب انا المفروض كمديريه قوى عامله اشوف الاحتياجات الخاصه بتاعه هذه المصانع، وابدا ان انا اعمل زي ما بنقول كده متابعه، ابديت، يعني تجديد كل شويه. لابد ان يكون للقوى العامله في بورسعيد دور كبير جدا عشان اشوف نقص الطلب اللي موجود في هذه المصانع، وابدا ان انا اشوف الطلب دوت واعرضه على شباب بورسعيد. ولابد ان يكون في يعني زي ما بنقول كده صفحه الكترونيه او موقع تدخل في هذا الموضوع. انت عايز تقول لي ان مفيش نقص في عماله في هذا الموضوع؟ لا، في نقص حضرتك. لو حضرتك احنا عندنا في بورسعيد نقص كبير جدا في الناس اللي بتلحم او الفنيين اللي بتلحم المواسير تحت الميه. يعني احنا لما نيجي نشوف بقى مع المبادره بتاعه التعليم العالي والتعليم الفني اللي عملها سياده الرئيس، ونبدا نشوف السوق طالب ايه، وابدا اشوف مخرجات التعليم بالظبط، مخرجات التعليم بتاعتي ايه، وابدا ان مديريه القوى العامله مع مديريه التربيه والتعليم او وزاره التربيه والتعليم عندنا في بورسعيد، وتبدا ان انا اقول السوق محتاج عندي ناس بتشتغل في التحول الرقمي، ناس بتشتغل في الاي اي، ناس بتشتغل في الالحام، الفنيين عموما. وابدا ان انا اشوف هذه المخرجات، وابدا ان انا اعمل مدارس صناعيه او المدارس الصناعيه اللي موجوده عندي، وابدا ازود المناهج التعليميه اللي موجوده. هتقول لي ما هو لازم ارتبط بوزاره التربيه والتعليم. لا حضرتك، البيئه بتاعتنا بتحتم علينا ان لابد ان اللي يشتغل في بورسعيد وفي كردون محافظه بورسعيد لازم يكون من شباب بورسعيد، ويتمتعوا بهذه المصانع، ويتمتعوا بهذه المزايا الموجوده وهذه الفرص اللي موجوده عندنا في بورسعيد. طيب، لو رحنا للحديث عن المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، وحابين نعرف اكتر ابرز المشاريع اللي تم تنفيذها حتى الان في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. شوف حضرتك، احنا عندنا زي ما بقول لحضرتك على مستوى بورسعيد عندنا 464 مصنع. المصانع ديت بتنحصر بين مصانع لاطارات السيارات، مصانع لانتاج الادوات المنزليه. احنا كنا بنستورد الادوات المنزليه من بره. الغاز اللي احنا بنستخدمه في زي مثلا شركات البترول وحقول البترول الموجوده عندنا في بورسعيد بينتج، سواء اذا كان غاز للصناعه او غاز للمستشفيات، الغاز الصحي بينتج من هذه المصانع. انا اعتقد ان احنا حتى دلوقتي وفرنا حوالي 9000 فرصه عمل في المنطقه الصناعيه في بورسعيد. ما تنساش برضو حضرتك 58 مصنع اللي تم يعني سياده الرئيس اداهم للشباب اللي عندنا في بورسعيد. ما تنساش كمان استاذ احمد الميناء المحوري. انت حضرتك اكبر ميناء على مستوى العالم هي ميناء شنغهاي في الصين. الميناء دوت بيتسع، او الطاقه الاستيعابيه بتاعته حوالي 3.5 مليون حاويه على مستوى السنه، يعني في العام الواحد. احنا نتمنى ان بورسعيد او الميناء المحوري مع المنطقه الصناعيه مع الانتاج اللي بيزيد في هذه المصانع، ان الميناء المحوري نوصل لهذه الدرجه ونوصل الى معدل التصدير بتاع هذا الموضوع، خاصه ان سياده الرئيس عامل مبادره مهمه جدا اللي هي زياده الصادرات المصريه بتاعتنا الى 100 مليار دولار. ال100 مليار دولار صادرات مش هتتزود الا بان يكون عندي ميناء محوري كفء زي بورسعيد والعين السخنه، ان يكون عندي مناطق اقتصاديه ومناطق صناعيه موجوده في المنطقه الاقتصاديه الموجوده عندي في قناه السويس، سواء اذا كان في اسماعيليه سواء اذا كان في بورسعيد. ان انا اعمل زي ما حضرتك بتقول كده، او احنا اتكلمنا عن التحفيز وبناء هذه المصانع. انت عارف حضرتك السفينه الواحده
السفينة الواحدة بتدي فرصة نشاط أو ليها نشاط حوالي 56 نشاط اقتصادي مباشر و113 نشاط غير مباشر. للسفينة الواحدة. ده اكيد هيوفر فرص عمل كتيره صحيح. بالنسبه للشباب. تخيل السفينه الواحده، احنا بنتكلم على السفينه الواحده، ما بالك بقى احنا شوف بقى حضرتك بيدخل لقناه السويس الجديده والقديمه كم سفينه، اكيد هيوفروا انشطه اقتصاديه. ولكن هنا ينقصنا الاعلام يا استاذ احمد، ان انا اعرف الشباب، ان الشباب يعني دور حضراتكم ان يكون في مواقع الكترونيه، ان يكون هناك تعريف للشباب. انا هنا محتاج الطلب بتاعي من القوى العامله كذا وكذا وكذا، بدل ويكون الفرصه دي مهيئه للشباب اللي موجوده عندنا في بورسعيد. طيب هل الامور كلها بتسير على ما يرام؟ اكيد بيبقى في بعض العقبات، فايه هي التحديات اللي ممكن تواجه المستثمرين في المنطقه الاقتصاديه وازاي ممكن نتغلب عليها؟ شوف انا وانا جاي، يعني انا من بورسعيد وانا جاي دايما لما باجي لكم بشوف حاجه مهمه جدا، والحاجه اللي هنتكلم عليها دي مهمه جدا جدا في تحفيز المنطقه الاقتصاديه اللي موجوده عندنا، او المدينه الصناعيه، المناطق الصناعيه اللي موجوده عندنا في بورسعيد، والميناء المحوري بتاع بورسعيد، الا وهو اعاده تشغيل كوبري السلام مرة أخرى. احنا كنا موقفين كوبري السلام علشان العملية الخاصة بالعمليات الإرهابية اللي موجودة في سيناء في 2018، وأنا أعتقد الحمد لله احنا خلاص الدولة المصرية أصبحت نموذج يحتذى به يعني، وإحنا بندرس هذه التجربة للقضاء على الإرهاب لكثير من الدول في الاتحاد الإفريقي في الصراعات الأهلية والصراعات الإقليمية اللي موجودة. خلاص يعني أنا قضيت على هذا الموضوع. لابد من إعادة تشغيل هذا الكوبري، لأن هذا الكوبري بيعمل على يعني وقت كتير، مش هيحصل فيه هدر في الوقت، هيوفر حاجات كتير جدا من حيث مستلزمات الانتاج وتصدير المنتج النهائي ايضا للمواني. فانا اعتقد ان ده تحدي من هذه التحديات. تاني تحدي ان هو زي ما بقول لحضرتك ان لابد ان انا اكافئ المهارات اللي موجوده عندي بالنسبه في بورسعيد مع متطلبات العمل. ان سوق العمل المطلوب في بورسعيد مش شرط ان انا بقى ادخل ابني كله على طول طب وصيدله، طب وصيدله، لا، احنا عايزين حاجات تانية. وده بيجي طبعا من توعيه المواطن، ان لا يا جماعه في ناس، في حاجات كتيره جدا في احتياجات السوق الفتره اللي جايه وتودينا لاتجاهات معينه. بالظبط. وان يكون عندي المدارس الفنيه، وان انا ادي قيمه للمدارس الفنيه. وانا اعتقد المدارس الفنيه بدات في خلال ال4 سنين اللي فاتوا يبقى في هناك قيمه بالنسبه لها مع وجود وانشاء المدارس الكليات والجامعات التكنولوجيه. يعني انا اعتقد ان بقى الموضوع لا، انا ادخل ابني اللي هو التعليم الفني، ومن ثم من التعليم الفني الى جامعه تكنولوجيه، وهذه الجامعه التكنولوجيه اكيد هتدرس كل الحاجات اللي المجتمع او المحافظه محتاجها. انا اعتقد ان ده تاني تحدي من التحديات. ثالث تحدي من التحديات هي التشريعات والقوانين، ان لابد ان يكون هناك تشريعات وقوانين بتعمل على تحفيز اكتر للمستثمر الاجنبي. ومش المستثمر الاجنبي بس يا استاذ احمد، لا، احنا عايزين كمان نقول المستثمر القطاع الخاص اللي موجود، المحلي اللي موجود في بورسعيد. احنا عندنا يعني قبل 2011 كان نسبة دخول القطاع الخاص في الاستثمار المصري 70%. احنا دلوقتي الموضوع يعني مفيش النسبة ديت احنا بنحاول، والرئيس دايما بيتكلم لابد ان احنا القطاع الخاص يدخل كاستثمارات معنا. القطاع الخاص لما يدخل استثمارات معنا انا اعتقد هيوفر فرص عمل كتيرة. وزي ما بقول لحضرتك جذب القطاع الخاص عن طريق السياستين اللي احنا اتكلمنا عنهم، السياسة المالية والسياسة النقدية. السياسة النقدية في تخفيض سعر الفايدة، والسياسة المالية في تخفيض المعدل الضرائب اللي موجود عندها. كمان رابع حاجة من التحديات التسويق، ان انا اسوق لهذا المنتج. انا جيت وبنيت مصنع، انا بتكلم بقى على القطاع الخاص اللي هو حضرتك او حضرتك او ان احنا بنسمح. طب انا المنتجات بتاعتي دي اعمل بيها ايه؟ ما انا لازم ان انا اسوقها. انا ما اعرفش ان انا اسوقها. انا ايه علاقتي مع اسبانيا او الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده الامريكيه او حتى الاتحاد الافريقي، دول الاتحاد الافريقي؟ يبقى اذا انا كدوله لابد ان انا ايسر هذا الموضوع، ان انا اعرف المستثمر بينتج ايه، ومن المنتجات دي اعرف النقص اللي موجود عند الدول الاخرى، خاصه في دول الاتحاد الافريقي، يعني مثلا زي نيجيريا، بوركينا فاسو، مالي، تشاد، الدول الحبيسه كمان يا استاذ احمد. احنا عندنا اكتر من 21 دوله حبيسه في القاره الافريقيه متعطشه للمنتجات، بمعنى عندهم مواد خام بس مش قادرين يعملوا حاجه، ومحتاجين حاجات استهلاكيه. هذه الاحتياجات الاستهلاكيه انا كمستثمر، المستثمر رايح علشان ينتج، بس مش شاغل باله
طب انا اروح لمين اعمل ايه؟ لابد ان الدوله المصريه، وده اعتقد ان في خطه التنميه المستدامه بتاعتنا ورؤيه مصر 2030، ان انا ابدا في التقارير الطوعيه. مصر بتعمل تقارير طوعيه كل سنه، تقارير الطوعيه اللي هي بتراجع رؤيتها مع اجنده التنميه المستدامه في 2030 اللي هي الاجنده الامميه، وبتقول احنا ناقصنا ايه. انا اعتقد ان احنا يعني وزاره التخطيط لابد ان هي تخصص جزء من هذا الموضوع في التقرير الطوعي، الا وهو ان انا اشوف الدول، اعمل خريطه. هذه الخريطة بتدل المستثمر الدولة دي ينقصها صناعة الملابس، الدولة دي ينقصها صناعة الفضيات، الدولة دي ينقصها صناعة الصناعات المحلية. الخريطة دي تيجي منين تحديدا؟ من وزارة التخطيط. من من وزارة التخطيط اللي بتعمل. وزارة التخطيط هي يعني هي اللي بتعمل دايما المعني بيها عمل التقارير الطوعية ومراجعة رؤية مصر 2030. على سبيل المثال يعني كانت احنا الرؤية بتاعتنا في مصر 2030 ما كناش عارفين، ما حطينا في التقرير الطوعي الأخير اللي في شهر 4 اللي فات حاجة اسمها إدارة النمو السكاني. ما كانش موجود عندنا إدارة النمو السكاني. دايما كنا نسمع عن النمو السكاني تنظيم الأسرة تنظيم الأسرة، لا احنا بدأنا نفكر بفكر تاني هو التوسع الأفقي بالنسبة للدولة المصرية، وبدأنا ان احنا نعمل 21 مدينة جديدة، مدينة بورسعيد الجديدة، العلمين الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، وفي الصعيد وبدأنا نعمل منج وإدارة لهذا النمو السكاني، وازاي ان انا اقدر استفاد بيه في هذه المناطق اللي بعدنا عنها. دي فكرة ان احنا بنصدر تقارير بنشوف فيها احنا وصلنا لفين، ونقدر نعيد تقييم الاحداث ونعيد تقييم موقف مره تانية. دكتور سعيد، الوقت مع حضرتك بيجري بسرعه، بنستفيد جدا جدا وحضرتك معانا فرد. شكرا، نورتني وشرفتني. شكرا يا استاذ احمد. شكرا. اشكرك كتر خير. خلينا نطلع لفاصل قصير، نرجع تاني نكمل مع حضراتكم يوم جديد. خليكم معانا.